كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة. يا رب تكون سنة سعيدة على الجميع. وعايزة أقول لكم إن إحنا في رأس السنة بنعمل متعودين يعني نعمل صينية السمك دي أساسية كده في رأس السنة. وتعزمي بقى عليها حبايبك زي ما أنا كده عملت. وعملت سمك صوبيا جنبيها وقطعتها قراطيس بالشكل ده. وعملت جمبري. كانت أحلى عزومة بصراحة وأحلى يوم، يا رب ما يحرم حد من حبايبه أبدا. كانت العزومة بالشكل ده. وأول حاجة دلوقتي غسلت السمك ونقعته حوالي ساعتين بالملح الأبيض. وبعد كده بعد ما شطفته من الملح هبتدي بقى أحيقه بالثوم والملح والكمون. بتبله كده واسيبه برضو حوالي نص ساعة. هو كده كده السمك اتنقع بالملح، يعني بقت السمكية حقيقة كده وهتبقى حلوة ان شاء الله في الاكل. وبدأت احيق السمك واحدة واحدة كده. تبليها كويس بالثوم عشان تبقى شاربة كلها من التتبيلة. زي ما احنا شايفين كده، طريقة سهلة وبسيطة. والمهم واحنا بنقليه لازم ننشفه يا جماعة، ما نقولش ان هو نتحط في التقلية يعني يبقى عادي مستوي نص سوا، لا لازم ننشفه كويس واحنا بنحمره في الزيت علشان السمكية تبقى مستوية كده وحلوة. عايزة اقول لكم يا جماعة ان اي يوم يعدي علينا بخير وسلام ده بيبقى اكتر من عيد علينا، فما بالكم بقى يوم رأس السنة لما يعدي بخير وسلامة. يبقى بصراحة احلى يوم كده في السنة. وكل سنة وانتم طيبين، وطبعا طول ما حبايبنا كده حوالينا احنا مبسوطين. يعني اي يوم يعدي علينا بخير وسلام لازم نحمد ربنا ونشكره على اي نعمة بيديها لنا. تمام كده. خلاص كده هحقق السمك كله بنفس الطريقة. وابتدي بقى املح الجمبري واملح السوبيا ملح وكمون فقط، ما بستخدمش اي حاجة تانية عشان ما يغيرش طعمه. كده السمك دلوقتي جاهز معايا. دلوقتي السوبيا نضفتها كده وقطعتها بنفس الطريقة اهو. بصوا يا دوب قسمتها نصين بس. وبتنضفيها من جوه كده، بتقلبيها شوية لغاية ما تنضفيها من جوه كويس. بصوا اهي نضيفة كده وزي الفل. وملحتها بس بالملح والكمون علشان طعمها كده ما يغيرش. لو حطيت لها توم بيبقى حلو برضو، يعني اللي حابب يحط لها توم برضو يحط لها. والجمبري برضو تبلته بالملح والكمون بس وقلبته كويس. خلاص كده بقى هبتدي اقلي السمك. تبله بقى بالدقيق وهقليه. وادي اول واحدة اهو بعملها. حضره كله بنفس الطريقة. وتكوني بقى محضرة التقلية. احنا عملنا التقلية كتير. حضرنا حوالي 3 4 بصلات كده وخليناهم ياخدوا اللون الاصفر الذهبي. وبعد كده كنت محضرة شفشقين من الطماطم المعصورة. واول ما ادتني اللون الاصفر رحت ايه حط عليها الطماطم. يعني التقلية احنا عاملينها كتير في القناة، اللي حابب يشوفها يشوف الفيديوهات اللي قبل كده. خلاص كده احنا بعد ما جهزنا كل حاجة مفضلش غير القلية بس. وعملت رز اصفر جنب السمك، وزي ما احنا عارفين برضو انا عملته قبل كده كتير، هو موجود على القناة. وحابة اشكر اي حد اشترك في القناة ولسه ما اشتركش، بتمنى ان هو يشرفني وينورني ويشترك في القناة. وطبعا بتمنى اللايكات الجميلة والتعليقات طبعا اللي بتفرحني وبتخليني اعمل فيديوهات تانية اكتر واكتر. وشكرا على متابعتكم يا جماعة، وانتوا اخواتي طبعا وحبايبي ومشكورين كلكم. وانتوا منوريني اصلا ومنورين القناة. تمام كده. وبعد ما قليت السمك هبتدي اقلبه دلوقتي على الناحية التانية لغاية ما كل ناحية فيه تنشف وتبقى كده مقرمشة كده وجميلة. يعني انا مش هطلع السمك غير لما كل سمكية كده تبقى مقرمشة. تمام. عايزة اقول لكم طريقة السمك دي اللي في الصينية تبقى يعني احلى نوع سمك بصراحة، انا بحبه. اللي طبعا ما عملهوش بتمنى طبعا ان هو يجربه. ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم، والسمك اصلا هتبقوا تعملوه كده كل فترة من كتر ما هو حلو. خلاص كده انا سبكت التقلية علشان تاخدي نتيجة حلوة كده وطعم حلو من التقلية، انت تسبكيها كويس.
وبعد ما سبكتها بقى هزودها بالمية علشان تديك القوام كده اللي انت عايزاه، عشان لما تحطيها في السمك ما تبقاش ايه تخينة كده قوي، تبقى مظبوطة يعني، علشان هي كمان لسه هتنشف في الفرن على السمك. خلاص كده هقلي السمك كله بنفس الطريقة، وهتملحي برضو التقلية وهتحطي لها الشطة اللي تريحك يعني. يعني الشطة دي حسب الرغبة، مش حابة تحطي شطة خلاص. انا حطيت سنة بسيطة كده، تقعدي برضو تدوقيها عشان اكلك كله يبقى مظبوط من الملح. كده بعد ما السمك نشف اهو زي ما احنا شايفين خالص. بصوا، يعني انا طلعت الاولانية وحاسة ان التاني لسه شوية، خلاص سبته شوية. هبتدي اطلعه بقى كله. وبعد ما خلصت قلية السمك البياض، قليت الصوبيا والجمبري عشان في الاخر خالص، عشان لازم يبقوا سخنين كده يعني عند التقديم على طول. بس ما حبيتش اطول عليكم الفيديو، فقليتهم كده لوحدي. تمام. خلاص كده هقلي السمك ده كله بنفس الطريقة كده، وهنشفه زي ما قلت كويس. وكده يبقى انا خلاص جهزته كده عشان احطه في التقلية، وهتحطيه بقى في الفرن وكلي بقى احلى صينية سمك. تمام. حيقنا التقلية وحيقنا السمك كويس وقليناه. خلاص كده هنرصه بقى في الصينية. شربيه كده حلو قوي من التقلية دي. بصوا، هو الافضل ان انا كنت رصيته الاول في الصينية الفاضية وكنت دلقت عليه التقلية، كان احسن يعني. بس اللي حصل بقى يا جماعة، بس هبتدي برضو بالمعلقة كده واحط عليه كده من فوق، هيتشرب برضو من التقلية وهيبقى جميل. بس انا بقول لكم من الافضل ان انتوا تكونوا حاطين التقلية في حلة تانية والسمك في الصينية الفاضية وتدلقيها عليه، هيتشرب اكتر يعني. تمام. ودي كده صينية السمك كده خلاص يا جماعة، انا بشربه بس من التقلية كده بالمعلقة من فوق كده زي ما احنا شايفين. غرقي السمكية كده كلها بالتقلية. خلاص كده دخلتها الفرن زي ما احنا شايفين كده، كده بقت جاهزة. ندخلها الفرن دلوقتي وبعد ما اطلعها هوريها لكم. وكده انا بوريكم بس ان انا غطيت الصوبيا عشان الصوبيا بتفرقع ومحدش يعني يتأذي من الزيت. وده شكل صينية السمك يا جماعة، هي بس التصوير ظالمها، هي كان شكلها احمر من كده كمان. بصوا السمك كده زي العسل كده من جوه. دي كانت عزومة رأس السنة. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم حطوا اللايك واشتركوا في القناة. وادي الصوبيا يا جماعة، بصوا قد ايه الصوبيا صفرة كده وجميلة. والجمبري برضو لونه اصفر كده وحلو قوي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.